عبد الناصر طلب منه إن هو ينتج نوع من أنواع السجاير يكون على قد الإيد كده والمصريين يعرفوا يشربوها. بس يا ترى هو مين صاحب هذه العمارة اللي عبد الناصر طلب منه الطلب ده؟ ويا ترى إيه نوع السجاير اللي طلبها منه إن هي تكون رخيصة كده وعلى قد الإيد بحيث إن المصريين يعرفوا يشتروها؟ لو انت تنيتك معايا لآخر الفيديو هتعرف حكاية عمارة ماتوسيان، وكمان هتعرف ايه نوع السجاير اللي طلبوا عبد الناصر من الخواجة ماتوسيان صاحب هذه العمارة ان ينتجوا للمصريين عشان يبقى على قد الايد، وقال له ايه؟ طلباتك اوامر يا ريس. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير للفيديو وتدعموا القناة بتاعتي بالسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو ونعرف ايه هي عمارة ماتوسيان. عمارة ماتوسيان، العمارة دي موجودة في شارع طلعت حرب اللي كان اسمه زمان سليمان باشا، اللي هو موجود في وسط البلد، وهي تحفة معمارية حقيقية. أنشأتها عيلة ماتوسيان الأرمنية اللي هي كانت مهاجرة من أرمينيا وجت مصر في نص القرن ال19. وصمم العمارة المهندس الأرماني العبقري جاروباليان سنة 1904، وصممها على الطراز الفرنسي المعروف بنيو باروك. العمارة مبنية على مساحة 1120 متر، فيها دور أرضي كله طبعا محلات و4 أدوار فوق بعد كده وغرف في السطح. ولو لاحظنا هنلاقي ان العمارة بتتميز بقبة جميلة تصميمها فريد ومفيش ليها شبه في اي عمارة في وسط البلد. العمارة ديت موجودة قدام النادي الدبلوماسي اللي موجود في وسط البلد، 4 شارع طلعت حرب عند تقاطع شارع البستان. أنا حبيت أقول لكم العنوان عشان لو حد حب يروح يتفرج عليها. والعمارة كمان مسجلة ضمن قائمة التراث المصري لأنها من المباني الأثرية ذات القيمة العالية. تعالوا بقى أكلمكم عن صاحب العمارة وهو جوزيف ماتوسيان. هو من عيلة ماتوسيان بتوع تجارة الدخان، وكان راجل صناعة أرماني من أوائل الناس اللي دخلوا مجال السجاير في مصر، واتعرف بلقب ماتوسيان الصغير. أبوه ماتوسيان الكبير بدأ شغله في أواخر القرن ال19، والشركة دي كانت أكبر شركة تبغ في مصر، وتأسست في أواخر القرن ال19 على أيدي إخوات ماتوسيان الأرمن. البداية كانت بورشة عمل عملها أبوهم ماتوسيان الكبير في شارع فرنسا في اسكندرية سنة 1882، وبعدها أخوه جرابت فتح ورشة تانية في العتبة الخضراء في القاهرة سنة 1886. وبعد كده في أوائل سنة 1920 الإدارة راحت لجوزيف ماتوسيان اللي الجرايد المصرية ساعتها سمته بماتوسيان الصغير. بس جوزيف كان شاب طموح وكان له فكر، وكان عايز يثبت ان الشباب ليهم دور وفكر بينافس شركات الدخان الكبيرة اللي كانت موجودة وقتها في السوق. فعمل حركة ذكية جدا. عمل ايه بقى؟ حط كوبونات جوه علبة السجاير، اللي يشتري يقدر يستخدمها في حاجات كتير، زي برضو ان هو يقدر يشتري منتجات تانية غير السجاير، أو يدخل بيها سينما ماتوسيان الخاصة أو التياترات والعروض التمثيلية اللي كانت خاصة بيهم. وده طبعا خلى إن الناس بقت تجري على المنتج بتاعهم وتشتري منه. ده طبعا فكر متطور جدا في الوقت ده. المنافسة كانت جامدة جدا، فماتوسيان ما اكتفاش بالدعاية في الجرايد بس، لا ده راح كمان اتفق مع نجيب الريحاني وفرقته إن هم
يقدموا موسم مسرحي في اسكندرية لصالح شركته، والمشاهدين اللي معاهم كوبونات من علبة السجاير يدخلوا بتذاكر مخفضة. الريحاني ساعتها وافق لأنه كان عنده أزمة مالية، والاتفاق ده مع ماتوسيان أنقذ الأزمة المالية اللي كان بيمر بيها الريحاني. وماتوسيان وقتها دفع له 10 جنيه في اليوم، وده كان مبلغ، و5 جنيه كمان كان لبديعة مصابني، وكمان غطى مصاريف كل الفرقة والمسرح طول الموسم الصيفي. وبكده الصفقة كانت ناجحة جدا بالنسبة لماتوسيان وبالنسبة للريحاني. شركة ماتوسيان لما بدأت تنجح، القصر الملكي اتدخل في الموضوع وقرر يعمل شركة منافسة ليها، وهي الشركة الشرقية للدخان، وكانت هي دي الشركة المنافسة لشركة ماتوسيان. مصانع ماتوسيان كانت بتضم حوالي 70,000 عامل، وإنتاجها كان مغطي مصر والسودان، ده وصل كمان لأثيوبيا والعاصمة أديس أبابا ومدن تانية كتير. ماتوسيان كان تاجر شاطر وطموح، وفضل مكمل في السوق لحد بعد ما قرار التأميم اللي حصل بعد الثورة، وكان قدام الأجانب في مصر يا إما يتأقلموا على الوضع الجديد أو الرحيل. وقتها كتير من الأجانب هربوا من مصر، ولكن ماتوسيان قرر البقاء في مصر، وقرر إن هو يكمل مسيرته في هذه الظروف. وتأممت الشركة بتاعته ودخلت واندمجت مع الشركة الشرقية للدخان. وبعد التأميم بكذا سنة، في معرض للسجاير سنة 1961 قابل ماتوسيان الرئيس جمال عبد الناصر، واللي كان مدخن شره لسجاير كنت، وقال لماتوسيان انه لو انتج سجاير زي اللي بيدخنها من كنت فانه هيكون من زباينه. وكان رد ماتوسيان: Mr. President, your wishes are our orders. طلباتك أوامر يا ريس. وده السبب اللي جعل ماتوسيان ينتج الأيام دي بالسجاير الأرخص والأكثر انتشارا في مصر، سجاير كيلوباترا، اللي هي موجودة لحد دلوقتي ومعظم الشعب بيشتريها وبيشربها. يا رب تكون جولتي عجبتكم، وتكون عمارة الخواجة ماتوسيان عجبتكم. والعمارة يا جماعة جميلة جدا وفخمة، ودلوقتي هي بيوضبوها توضيبات جامدة جدا من ضمن المباني التراثية ذات القيمة العالية في وسط البلد. وأشوفكم في جولات جديدة وعماير جديدة، وما تنسوش إن أسرار وحكايات وسط البلد معايا أنا مولي الحشاش. باي باي.